المخابرات المصرية رصدت شبكتين تجسس جداد بيشتغلوا لصالح أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والتنظيم الدولي للإخوان، وقبضت على 15 من أعضائهم وبيتم التحقيق معهم في سرية، وأجهزة المخابرات هتعلن عن تفاصيل الشبكتين خلال أيام. المصادر السيادية قالت للوطن إن الخلية الأولى اللي راقبت المخابرات أعضائها 30 شخص بتضم 9 عناصر. الحقيقة هم مش من 30 شخص، هم من 30 يوم تم رصدها. بتضم 9 عناصر، بينهم 3 عندهم جنسية أوروبية و2 إسرائيليين والباقي مصريين، بيشتغلوا في مؤسسات اقتصادية وشركات اتصالات. أعضاء الخلية كانوا بيشتغلوا من شقة في الزمالك، وحصلوا على معلومات عن الأوضاع الاقتصادية، ورصدوا تحركات معدات وقوات الجيش والشرطة في شوارع القاهرة، واندسوا وسط مظاهرات خصوصا مظاهرات الإخوان، وحرضوا على قتل الجيش والشرطة ومولوا مظاهرات. مصادر قالت إن أعضاء الشبكة توصلوا لعدد كبير من أرقام تليفونات شخصيات أمنية وشخصيات عامة من خلال تعاملهم مع خبراء اتصالات وادوها للإخوان. أجهزة الأمن هجمت الشقة وقبضت على 5، والتحقيقات الأولية كشفت عن تورط سفارة أوروبية في تسهيل عمل الشبكة وممارسة دور الوسيط في توصيل المعلومات للمخابرات البريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي.